بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد على قناة ايمي بدر. النهارده ان شاء الله نعمل ايه؟ البسبوسة. باذن الله نعملها بطريقة حلوة قوي، طبعا طريقة الشيف العظيمة شيف فاطمة ابو حاتي. بس فيها كم حاجة كده، بس ما بتظبطش معايا، فالحمد لله يعني. التكرار بقى بيعلم الشطار. مرة على مرة على مرة عرفت ان انا اظبطها تطلع معايا جميلة وزي الفل زي ما احنا شايفين اهو. بكل سهولة بكل بساطة ان شاء الله نقدر ان احنا نعملها. طبعا سامحوني على المنظر ده، حقكم عليا. بس فعلا البسبوسة ما ينفعش تاكل من غير قشطة. يعني انا بالنسبه لي بقى كالوريز بقى وحاجات كده، انا مش مشكله، مش فارق معايا. بص بص اوعى. نتابع مع بعض الفيديو ان شاء الله، بألف هنا وشفا لكل اللي يعمل البسبوسه وتطلع معايا تحفه بالمنظر ده. يلا نتابع مع بعض الفيديو. مش عارفه هي الحته مش عايزه تخلص، مش عارفه يعني. يلا هنسمي الله بقى وهنبدأ دلوقتي. معايا كوبايتين من السميد، دقيق السميد اللي هو الخشن. هنا كده بضيف التاني كوباية من دقيق السميد. معلقتين كبار من الدقيق الابيض، ببدأ ان انا بنخلهم كده على دقيق البسبوسة. معلقة مش مليانة قوي من البيكنج باودر. ببدأ بقى بقلب المواد الجافة دي كويس كده مع بعض وهركنهم، وهنروح نشوف كمان بقية المكونات بتاعت صينية البسبوسة بتاعتنا. هبدأ بقى ان انا هجيب كوباية الا ربع من الزبدة الصفرا، وهحط عليها معلقة واحدة من السمنة. اي نوع سمنة عند حضرتك ضيفي بس معلقة واحدة، بحيث ان هي بتطري معايا البسبوسة وبتخليها افضل ما تبقى زبدة لوحدها. وكمان لو معلقة زبدة بلدي بيكون افضل اكيد طبعا. هنا بقى على النار حطيت نص كوباية من السكر على النار كده علشان يتكرمل معايا شوية. هو الافضل بقى ان انا ما اعملش الحركه دي عشان نبقى بس تبقوا عارفين. بس انا عشان كنت عايزه اشتغل بسرعه، فالافضل حضرتك سيبي السكر مع نفسه خالص لغايه اما هو يعني يكرمل كده مع نفسه من غير تقليب. يعني بلاش تقلبه. بص لما قلبت بيبقى فيه محجر معايا شويه كده، اخدت وقت كتير لغايه اما فكيته. بس هنشيلها بقى من على النار كده علشان اللون بتاع الكراميل بتاعنا ما يغمقش اكتر من كده. هرفع القلاية بتاعتي من على النار خالص. بس خلاص انا كده ظبطته خالص وخليته كله بقى زي الفل. هاجي بقى هنا اقوم حاطه اول حاجه هحطها على الكراميل. هنحط الزبده علشان تبقى سهله معايا في التقليب وان هما يدوبوا مع بعض بسهوله. وبعد كده هبدا ان انا اضيف باقي المكونات الفاضله معايا. بدات ان انا حطيتها على النار تاني وبدات ان انا بدوب بقى بدخل الزبده مع الكراميل كده كويس، عشان بس تساعدني النار ان هما يختلطوا مع بعض كويس كده بالمنظر ده. هبدأ بقى اضيف معلقتين من الشربات اللي هو عسل الكنافة او القطايف دوت. اضيف بس معلقتين كده، والمفروض نضيف معلقة عسل ابيض بس انا مش عندي للأسف، فحطيت شربات عادي مفيش مشكلة خالص. بس هبدأ بقى بعد كده برضه اضيف معلقتين كبار من جوز الهند. اقلب بقى كويس كده، وبعد كده هضيف كوباية الا ربع من اللبن. اللبن عادي برضو بيبقى بارد يعني مش سخن. ابدأ ان انا بضيفه واقلب كويس جدا علشان برضو امزجهم كويس جدا. الخليط بصوا بيبقى سهل ازاي معايا في التقليب، على عكس ما بضيف كله مرة واحدة. لا بناخدها واحدة واحدة كده بالترتيب علشان الطريقة تبقى سهلة معانا وتبقى حلوة. يعني طبعا انا جربت كتير، فدي اقرب طريقة وافضل طريقة انا بشتغل بيها في البسبوسة بصراحة. هنا بقى من الخطوة برضو مهمة ان احنا هنسيب الخليط بتاعنا ده يبرد، وبعد كده نبدأ ان احنا نضيف عليه دقيق السميد بتاعنا. ليه سبته يبرد؟ علشان طبعا احنا حاطين على دقيق السميد بيكنج باودر. فهنحطه على حاجة سخنة. خلاص كده البيكنج باودر باظ معانا زي الخميرة بالظبط. فهتبص تلاقي الكيكة بتاعتنا سوري البسبوسة بتاعتنا مش هتنفش ومش هتعلى، بل هتبقى مكتومة. فدي برضو نراعيها وناخد بالنا منها.
بس هنا خلاص انا قلبت الخليط كله كويس اهو. هنا بقى جبت حطيته في الصينيه بتاعتي طبعا مدهونه بالزبده. هنا بقى جبت شويه ميه كده بالسباتيولا او بايديا. ببدا ان انا اساوي وش صينيه البسبوسه بتاعتي اهي بالمنظر ده. بس زي ما احنا شايفين كده، هي اصلا كانت جميله ومتسويه وزي الفل. بس انا حبيت برضو ان انا انفذ كل الخطوات اللي بنمشي عليها في عمايل البسبوسه. بس كده. بعد كده بقى هبدا ان انا اقطع صينيه البسبوسه الاول قبل ما ادخلها الفرن. طبعا دي يعني اختيارية، حضرتك تحبي تقطعيها او تحبي تحطيها كده الاول، مفيش مشكلة خالص. بس انا بحب ان انا اقطعها علشان احدد القطع بتاعتي، وهبدأ ان انا احط فيها طبعا المكسرات. لو حابين يعني تحطوا، مش حابين بتبقى سادة خالص، مفيش مشكلة خالص. بس كده ببدأ ان انا بقطع اهو نظر التقطيع بقى اللي تعجبكم واللي انتوا ايه تحبوها طبعا. بس هنا بقى ببدأ ان انا بحط واحنا بقى بنحط المكسرات بتاعتنا، نضغط نحفر كده جوه الخليط بتاعنا. البندقية او اللوزة ندوس عليها جامد، ما تقلقوش خالص، علشان ما نيجي نسقي الشربات بعد ما بتستوي ما ينطرش ده كله مننا، لا. لكن لما نحط ونأكد عليها كويس كده وندخلها ما بين الخليط البسبوسة نفسه، مش هيحصل لها حاجة ومش هتنطر ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها دي يعني. بس دي كده ايه برضو حبيت ان انا اقولها لكم يعني، علشان برضو نبقى ايه شغلنا كله تمام. بس هنا بقى نيجي لمرحلة التسوية. هبدأ اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 على اشغل النار من تحت بس، الرف اللي في النص. هبدأ ان انا احط الصينية بتاعتي مجرد ما هتبقى هنا بقى بحط الشربات، كوباية من السكر، كوباية من المية، وهبدأ ان انا احطه على النار. هنا البسبوسة بتاعتي بقى احمرت من تحت، هبدأ ان انا هشغل عليها فوق وتحت. هنا بقى هاجي للشربات تاني، هحط عليه معلقة صغيرة من عسل الكلوكوز، وطبعا باكت فانيليا، ومع مكعب من الزبدة. بس كده العسل بتاعي جاهز. هنا بقى صينية البسبوسة خلاص طلعت. ببدأ ان انا وهي سخنة والشربات بتاعي سخن، ببدأ ان انا بنزل عليها كده بالمنظر ده. زي ما احنا شايفين، بصوا البندق والحاجات اللي احنا حطيناها ولا اتحركت من مكانها ابدا، زي الفل. بس كده هبدأ بقى ان انا اقوم مغطية الصينية بتاعتي واسيبها ان هي تشرب بقى العسل كله براحتها كده، وتبقى ايه اخر جمال واخر طعام كده المنظر ده. ادي صينية البسبوسة بتاعتنا. بس ابدأ بقى ان انا اطلع، بس بقى كده نطلع قطعة كده ونشوفها مع بعض. هنا طلعت البسبوسة كده في الطبق، بصيت لقيت نورين جاية من ورايا واشتغلت عادي خالص ولا عجبتها يعني، الحمد لله. بس اجمل بسبوسة في الدنيا ممكن تعملوها ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اتمنى لو اول مرة حضرتك تتابع القناة دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، تمنياتي لكم بصيام مقبول وافطار شهي وصلوات ودعوات مستجابة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.